أثار النجم المغربي أمين عدلي الجدل بعد إقدامه على حذف جميع صوره من حسابه على انستغرام، تاركاً مقطع فيديو واحد فقط له مع ناديه السابق تولوز. وقام عدلي بحذف جميع صوره مع المنتخب الوطني المغربي وباير ليفركوزن، حيث لم يعرف سبب هذا التصرف، والذي تزامن مع خيبة أمل المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2023 بساحل العاج. وظهر أمين عدلي متأثراً بشكل كبير بعد خروج المنتخب من البطولة، ومن المحتمل أن يكون حساب عدلي قد تعرض للاختراق، أو أن يكون قد واجه مشكلة تقنية. أثار النجم المغربي أمين عدلي الجدل بعد إقدامه على حذف جميع صوره من حسابه على انستغرام، تاركاً مقطع فيديو واحد فقط له مع ناديه السابق تولوز. وقام عدلي بحذف جميع صوره مع المنتخب الوطني المغربي وباير ليفركوزن، حيث لم يعرف سبب هذا التصرف، والذي تزامن مع خيبة أمل المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2023 بساحل العاج. وظهر أمين عدلي متأثراً بشكل كبير بعد خروج المنتخب من البطولة، ومن المحتمل أن يكون حساب عدلي قد تعرض للاختراق، أو أن يكون قد واجه مشكلة تقنية. أثار النجم المغربي أمين عدلي الجدل بعد إقدامه على حذف جميع صوره من حسابه على انستغرام، تاركاً مقطع فيديو واحد فقط له مع ناديه السابق تولوز. وقام عدلي بحذف جميع صوره مع المنتخب الوطني المغربي وباير ليفركوزن، حيث لم يعرف سبب هذا التصرف، والذي تزامن مع خيبة أمل المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2023 بساحل العاج. وظهر أمين عدلي متأثراً بشكل كبير بعد خروج المنتخب من البطولة، ومن المحتمل أن يكون حساب عدلي قد تعرض للاختراق، أو أن يكون قد واجه مشكلة تقنية.